تشاهدون في هذا الفيديو رضا عبد العال ردا على منعم بلا مقدم فوزي لقجع أقوى رجل في إفريقيا. فرجة ممتعة. طبعا عايز أوجه رسالة للصحفي المتميز منعم بالمقدم. انت اتنفضت وزعلت قوي لما انا قلت ان هناك فوزي لقجع. طبعا الاستاذ فوزي لقجع او كابتن فوزي لقجع ده اقوى راجل في افريقيا بقاله 3 سنين وبنشيد بيه. طب انت ما كنتش ليه بتزعل لما احنا بنشيد بيه؟ لما غير في المنتخب، ولما غير في نهائي افريقيا في الكونفدراليه وخد البطوله عنده، ولما غير السنه اللي فاتت وخد البطوله عنده النهائي، ولما غير في المنتخب وجاب الركراكي اللي هو راح معاه النهارده. كل الحاجات دي مش عايزنا نخاف او مثلا نلفت نظر المسؤولين في النادي الاهلي، لان في كانت مشكله بينه وبين تسيمبا ده ولا اسمه ايه الحكم؟ بملك تسيما. يعني اما نلفت نظر الناس ونقول لهم، لان دي مصر وده النادي الاهلي وبيلعب باسمنا وباسم مصر. فلما نقول للناس خلي بالكم ان هناك اقوى راجل في افريقيا من 3 سنين، ايه العيب فيها؟ هو انا قلت لهم ان هو هيكسب او هيسيب الماتش؟ احنا بنقول على دلائل موجوده. ايه الدلائل دي؟ ان كانت من 3 سنين مشكله ايام ما كان ماسك رئيس نادي الوداد، ضرب بملاك. ما حصلش؟ وانت قلتها امبارح. انا قلتها امبارح. حصل. واخد بالك؟ انت عندك الماتش اللي جاي. احنا طبعا كل ده بعيد عن الملعب، احنا بنتكلم عن الملعب حاجه وبره الملعب حاجه. تمام. ايه اللي هيخلي مفيش تدخلات؟ ان النادي الاهلي ينزل يجيب جون واتنين. خلاص، حتى لو عملوا لو الحكم بعد كده عمل اللي مش هيقدر يكسب النادي الاهلي. ده اللي احنا يعني بنلفت نظر المسؤولين في النادي الاهلي. زي ما انت خايف على بلدك انا خايف على بلدي. انا بحب بلدي. خلينا استنى بس. لا اصل بص، ده قال لك الفتنه ومش الفتنه المره اللي فاتت مع فاروق، وفاروق رد عليه شويه بشكل يا حبيبي ماشي، عشان هو عارف يعني ان احنا وضح الامور بشكل كويس. طب صلى على النبي. انا معاك هنا. يعني مع فاروق في الاستوديو التحليلي. مين اكتر محلل ادى حق فرقه الوداد حقها؟ العبد لله. كله بيقول لك في ضربتين جزاء، انا الوحيد اللي طلعت قلت مفيش ضربات جزاء. حصل. ما انا بقى لو ان انا بطبل زي ما الناس بتطبل اطلع اقول لك لا وفي ضربتين جزاء ولا لو انا عايز ارضي جمهور النادي الاهلي، واخد بالك؟ وفي طرد بتاع الراجل اللي مسك الكرة في نص. لا ده انا قلت ان الاخطر كان الوداد. الاخطر والايجابي على المرمى واللي كان حقه ان كان يكسب، قلت فرقه الوداد. كرة في القائم، كرة من جنب القائم، انفراد شوبير طلعها ببراعه، وعشان كده قلت شوبير ياخد 10 من 10. يعني اذا هو انت سبت الكلام ده كله ومسكت في كلمه فوزي لقجع اقوى راجل في افريقيا بقاله 3 سنين. شئت ام ابيت. ماشي. اي صحفي متميز هيسيب اي حاجه من اللي حضرتك اتكلمت فيها ويمسك في الحته دي. اي صحفي هو اشتغلها معاك صحافه، فبالتالي هو راح لحته فوزي لقجع وراح للامور اللي حضرتك اتكلمت عليها، وانت من حقك على فكره تتكلم وتقول معلومات والكلام ده كله. لكن انا بقول لك انا عارف نوعيه الصحفيين اللي بيبقوا زي منعم بالمقدم كده، اللي هو بيزن على. انا كان نفسي ابقى معاك وهو داخل. طب لو اعرف ان هو داخل كنت هخش معاك بالاول. خلي بالك هو ممكن يدخل معانا دلوقتي عادي جدا. لو انت لا لكن هو راجل خلي بالك ماشي خلاص. انا بص، هو وصل هاتونا ياسر. هو وصل وجهه نظره وانا وصلت وجهه نظري. ان في الاخر اللي في الاول وفي الاخر. وانت سمعته اتكلم عليك من شويه لا كنت بحلم. طب خلاص بقى يبقى ما تدخلوش. اخوك ياسر طالما ما سمع. ياسر اخوك اللي قال لي خلي بالك المقدم ما سمعتوش وهو بيتكلم كويس. سمعت. طيب يبقى ما تقوليش لا خليه يتفضل يخش ونتناقش انا وهو على الهوا. زي ما هو بيحب المغرب قوي انا بحب مصر قوي، زي ما بتحب الوداد قوي انا بحب الاهلي والزمالك قوي، واي فريق في مصر قوي. اكيد طبعا ده طبيعي. لكن خلينا نتكلم ان هو من حقه كمان ومن حق اي حد زي ابو الدهب زي فاروق زي اي حد. إسلام. من حق اي حد ان هو يقول وجهه نظر. ماشي طالما وجهه نظرك، بس ما تقولش ان في فتنه. يعني هو مع فاروق قالها قد يكون. ماشي فاروق رد عليه
هو الراجل طلع من شويه دلوقتي قال لك ان احنا بنحترم رضا عبد العال، بنحترم. خلي بالك اكتر يعني الفتره الاخيره دي كل اللي بيبعت لي والله من المغرب وبيشكروني على التحليل لما انا طلعت هنا واتكلمت. خلي بالك جمهور الكرة في المغرب والشعب المغربي ناس محترمه جدا وفاهمه كوره، وبيفهموا كوره، فاهمين كوره جدا. ما هنسى لهم. يا ريت نجيب اللقطه دي يا استاذ ماجد لو نعرف لقطه نزول حسن شحاته كان في مباراه وهو بيدرب الزمالك، كل الاستاد وقف. كان ماتش للزمالك وده هم الناس مش ملزمه انها تقف، لكن هي عارفه قيمه حسن شحاته وكرمز للرياضه المصريه والعربيه. يا عم انا لسه بقول لك اهو، هم كلهم بعتوا لي، ما فيش حد قال لي الفتنه ده، بالعكس ده بيشكروني على ان انا الوحيد اللي كنت بتكلم في حق الوداد كويس. ان كله بيطبل يقول لك ضربتين جزاء انا قلت ما فيش ضربات جزاء معاك كده، وقلت ممكن الثانيه، بس لما شفناها اللي هي بتاعت حسين الشحات اللي هي الاولى مش الثانيه، يعني قصدي ان يعني هم كلهم بيتكلموا عن الثانيه دي لما جت من الكاميرا اللي ورا ما حدش لمس حسين الشحات خالص، وواضحه وصريحه وعندنا واخد بالك. الاولانيه اللي هو حسين الشحات، بس لما اتعادت مره واتنين، لان احنا طبعا شفناها ودخلنا على هنا على طول، لما اتعادت حسين الشحات بذكائه، لان الكره فوق والراجل رايح كده، فحسين هو اللي جه قدامه واخد بالك. فما تقوليش اهمال، وبعدين اقول لك على حاجه، والكره كمان كان بره ال 18، يعني لا ده اللي هيلحقها ولا ده هيلحق، بس لو اتحسب تتحسب فاول على حسين الشحات. هو انت حضرتك قلت كلمه مهمه اللي هي بذكاء طبعا واخد بالك. فانا بقول لك يعني قلت فالناس بتشكرني، يعني جماهير المغرب بتشكرني، بتقول لي هو الراجل ما اتكلمش، الراجل قال يا حبيبي هي كلمه وخلاص. لا بس اصل بص اقول لك، طب سيبك من دي. ما انت جماهير دلوقتي كل واحد دلوقتي ربنا بيفتح عليه. طب هم سابوا كل الكلام ده ودخلوك في حاجات فرعيه. اولا عصام الشوالي هو اللي قال لك الوداد يجيب جون فيك، هو اللي اتاخر في التغييرات. يعني عصام الشوالي هو بيذيع قال لك يا كولر اتاخر في التغييرات. انتوا سايبين ليه الاساس وبتدوروا على ناس تانية تحملوها الفشل؟ يعني مش فشل، فرقه لا فشل. بص لا سيبك، ده فشل. لان 2-0 انت مبروك عليك البطوله. تمام، انا بكلمك متفق معاك، بكلمك بمنتهى الامانه، بس مش فشل برضه. لا بلاش يعني فشل. في صعوبه. لا محدش ضربك على ايدك وانت كسبان وشاف ان فرقتك الشوط الثاني مش قادره تشيل رجلها في الملعب. امال انت بتاجل لي ليه؟ امال انت لو بتلعب ماتشاتك كنت عملت ايه؟ بتاجل ماتشات الدوري الاهلي واخد ما هو انت بص، ربنا عارفه بالعقل، وطبعا انا هنا لا بجامل ولا بنافق ولا بكامل. قول اللي انت بص يا حبيب قلبي، انت لعبت الرجاء، هو بيلعب ماتشاته هناك وانت بيتاجل لك هنا. المفروض انت تنزل تاكله هنا وهناك، ده الطبيعي لانك انت مرتاح اهو ومتاجل لك. في ميزه، لعبت الترجي مفيش جمهور هناك واخد بال حضرتك، وكسبت هناك، وتيجي هنا تكسب 1-0 بالعافيه. حصل؟ مع ان المفروض انت هناك كسبت 3، مع هنا اقل حاجه 5، وبتلعب بنفس التيم وبنفس الفرقه صح؟ ما غيرتش حد. جيت في الماتش ده اللي هو زي ما بيقولوا عليه لم الغله بقى. لم الغله في ايه؟ ان انت حط كل امكانياتك في المباراه دي، حط كل الخلاصه بتاعه تفكيرك في المباراه دي. انت متاجل لك ماتشات صح؟ الوداد جاي لاعب مش عارف كان يوم الثلاث ولا زيك بالظبط اما انت لعبت هنا واخد بالك، لانك انت جاي لازم تلعب ماتشين 3 عشان ما يبقاش الفتره كبيره بين ماتش الترجي وماتش مين؟ الوداد. فانت لازم تلعب ماتشين 3، ما حدش ضربك على ايدك وقال لك العب بالماتش الاخير بنفس اللعيبه اللي هي لعبت دول، اللي هو التشكيل الاساسي الماتش بتاع الوداد واخد بالك. فانت يعني في ميزات عندك في المباراه دي لازم من البدايه انا اخلص واخد بالك. انت الشوط الاولاني بمنتهى الامانه الوداد ما راحش الا بالكره اللي هي اتعملت طويله والراجل عملها، الراجل مش طلعها اللي شوبير طلعها واخد بال حضرتك. دي وده طبيعي ليه؟ لان انت بتلاعب فرقه
وفرقه مش هتقعد ال 90 دقيقه ما تروحش عليك. يعني ما تروحش على المرمى بتاعك. توقع حتى انت لو بتلعب الهوا هتلاقي فرصه. واخد بالك؟ انت كنت نهيت بقى الشوط الاولاني، ما نهيتش الشوط الاولاني، جبت جون، يبقى انت استغل الجماهير الغفيره اللي جت دي، واخد بال حضرتك، وتقوم جاي عامل تغييره. انت بتلعب بثلاثه في نص الملعب ليه؟ اذا كانت الفرقه طبيعي من غير ما انت وانت عارف الكلام ده، وهم هيعرفوا الكلام ده هناك، ان فرقه جايه ما يخشش فيها جون واثنين وثلاثه. فانت لازم تبقى مبرمج نفسك وعارف ومذاكر كويس قوي وبتمرن فرقتك على التكتلات الدفاعيه، ازاي اخترق الكلام ده. فانت ربنا كرمك وفكيت الماتش بالهدف الاولاني اللي هو في نهايه الشوط. لازم من الشوط الثاني اقوم جاي ساحب حد من الثلاثه البهوات اللي كانوا في نص الملعب، لان ما لهمش اي دور. خلي بال حضرتك، يعني مثلا الناس بتعيب على السوليه الوحيد اللي بيمسك كوره بيحطها لك في ال 18. ما بنشوفش حد من الثلاثه بيعمل الكلام ده. هو حمدي فتحي يكمل يجيب جون ماشي، تتعمل له ماشي، انما يعمل ما بيعملش. اللي اسمه ديانج نفس الكلام. مروان عطيه اللي طالعين بيه السما كله كور لورا، ما فيش حد بيعمل الكلام اللي بيعملوه السوليه او قفشه لو لعب او الكندوزي لو لعب. واخد بال حضرتك؟ فانت من بدايه الشوط الثاني على طول اشد واحد من الثلاثه دول واخلي اثنين، ما الفرقه ما بتروحش عليا، وانزل واحد زي احمد عبد القادر. يبقى انا عندي هنا حسين الشحات وعندي هنا عبد القادر، وتحتيهم بيرسي تاو اللي مكسر الدنيا، وكهربا ربنا بيكرمه اي سقطه ولقطه بيجيبها جون ماشي. واخد بال حضرتك؟ دي كانت لازم التغييره اللي تحصل من بين التايمين يا اسلام. اول هام احمد عبد القادر عنده ملكه مش عند لا حسين الشحات ولا بيرسي تاو، اللي هو بياخدها وبيروح على المدافع ويعدي. هايل. ياخد فاول، ياخد لك ضربه جزاء، يعمل لك كره بالعرض، بيجيب يعرف يجيب جون. يبقى انت عملت واحد ناحيه الشمال، عملت جبهتين. هو في علامه استفهام برضو بعدم الاستعانه. فتره كان احمد عبد القادر اساسي ومتالق بشكل كويس، وزي ما وانا متفق معاك ان هو يعني من احسن الناس اللي انا شفتها من فتره كبيره، اللي هو بيعرف يتعامل مع واحد ضد واحد. احسن واحد في مصر حاليا هو كان رمضان صبحي، ده دلوقتي عند انا بقول رمضان لحضرتك صبحي. من فتره، يعني بقى لنا ما بتاع هو 3 كنا 4 سنين ما شفناش اللي بنشوف ده كان رمضان صبحي بالظبط. دلوقتي هم اتنين اللي بيعملوها، اللي بياخدوا الكرة بيروح للباك عشان يرقصوا. احمد عبد القادر ومصطفى شلبي، هم دولت الاتنين اللي عندهم الجرأة ان يروح هيرقصك. واخد بالك؟ حتى لو اتقطعت منه هيرقصك. يبقى انت عندك ثقه ان هيعمل دي خلاص، هو لان هي دي بتاعته، دي ميزته. ما هو انت بتلاعب اي حد في ايه يا رجاله؟ انت بتلاعب اي حد انت بتلاعب اي حد عشان عنده ميزه. اللي بيشوط، اللي بيباصي، ايوه اللي بيقطع، الهيدرز. واخد بالك؟ اللي هو يعني استاذ في حته الاستحواذ زي عبد الله السعيد واللعيبه اللي هي اللي هو بينقل لك ملعب يعني. وقفشه والناس اللي هي فانت عندك بتلعبه عشان ميزه. فانت دلوقتي الثلاثه اللي بيلعبوا في القلب دولت خلاص، انت امنت الشوط الاولاني وشفت الفرقه وقريتها، ما حدش راح عليك. وحتى لما راحوا عليك فين الاثنين المساكين لما كره زي دي تتعمل؟ واخد بالك؟ والثلاثه بتوع نص الملعب اللي هم الاثنين ديفندرات، سيبك من الثالث، الاثنين ديفندرات. كره زي دي تتلعب ازاي ويبقى 2 على 5 ويعملوا الجمله دي وتعدي؟ طيب كابتن احمد طيب لما كان معايا قبل المباراه فقال لي يعني انا خايف على الاهلي من حاجتين، من علي معلول، وفي نفس الوقت من سرحان المدافعين، ان بعض المدافعين او ان دفاع النادي الاهلي لما بيضغط بيبقى فيه مشكله، وان دفاع النادي الاهلي احيانا بيسرح، بيقعد يتفرج مش بيشتغل، بيتفرج على هل ده اتحقق في الجول اللي سجله الوداد، وهل فعلا ان دفاع الاهلي لما بيضغط بيبقى فيه مشكله كبيره على النادي الاهلي؟ اي كلام ومليون في المية. لسبب الجون جه غلطة مين؟ علي معلول. واخد بال حضرتك؟
اولا ما فيش فرقه هنا في مصر وافريقيا غير هم فرقتين في افريقيا اللي ضغطوا على النادي الاهلي. صن داونز والوداد. والوداد الشوط الثاني مش الاولاني. يعني الوداد الشوط الثاني مش الشوط الاولاني. لما ضغطوا بان في عوار في الحته بتاعت نص الملعب اللي اتسرق من النادي الاهلي، اللي هي فتحت الديفنس بتاع النادي الاهلي في الجون، والكوره اللي رقص فيها محمد هاني واتحطت من جنب القائم، والكوره الثالثه اللي هات وخد وراحت والراجل شاطها في الشبكه من بره، واخد بالك، والكوره الرابعه اللي جت في القائم. فاذا ان في خلل. انت يا عم يا اللي واقف على الخط، انت نايم ولا ايه؟ جدد، نشط، شد واحد من الثلاثه، نزل السوليه. ما خلاص نص الملعب اتسرق مني. بدأ يظهر ان هم عندهم ميزه. وخلي بالك في فرق بتبقى راحه متبرمجه ان هي ما تهاجمش، تدافع وبس، حتى لو دخل فيها جون 2 3 وما بتعرفش تتحول. الفرقه دي فاجئتنا ان لما دخل فيها الجون الثاني ان هي راحت اكتر من النادي الاهلي على المرمى. خلي بالك معاهم مدرب كويس، المدرب البلجيكي. ما شكلهم ان في شغل. لا في عندهم شغل. لا وقرايه كمان. قرايه ايه؟ ان نزل اوناجم. يعني اوناجم برضو مش هو بس، نزل واحد بيعرف يعمل لك قلق ناحيه الرايت وايه، يعمل كروسات والكلام ده. هم عندهم مشكله في حارس المرمى كابتن. لا ده بالعكس، ده حارس المرمى ده عامل ماتش عالمي قدام صن داونز. بس الهدفين في لا مش تبعه. لا الهدف الاولاني الراجل اللي هو الباك اللي المفروض يروح يقفل الرؤيه على حسين الشحات. ماشي بس ما حاولش. هيحاول ايه؟ ده جاي في القائم. الحمد لله انه ما حاولش. لا ده جايه في القائم. خلي بالك الجون الاولاني حكه في القائم وداخله. يعني لو جبت ده سيف وعصام الحضري وكل الاجوان دي وقفتهم مش هيصدوها. اسمع اللي انا بقول لك عليه. الجون الثاني طبعا هي ممكن تبقى غلطته لان راح على حسين الشحات غلط بالظبط. ده ممكن يبقى انما الاولاني صعب ما تشيلوش خالص. انما الثاني ممكن. ليه؟ لما الكوره اتعملت من دماغ ما اعرفش مين وراحت لحسين الشحات، مفروض ان انت بتقفل على رجله والكوره لانك انت اقرب منه وبعدين انت شغال بايدك. الجول الاول يا كابتن برضه ليه نسبه ما يتحمل مسؤوليتها ولا الهوا. لا لو متمركز. بص كابتن حبيبي وربنا لو واقف جنب القائم مش هيجيبها. اسمع ليه بقى؟ عشان ايه؟ عشان هو كان قريب للعارضه القريبه، ما كانش متوقع. اسمع لو هو بقى متمركز في نص المرمى وربنا ما هيجيبها. اسمع بس، هتدخل اجدع مدرب حراس مرمى. اسمع بص، هو كل الشغل كله الراجل اللي ممدش رجله وقفل على حسين الشحات. هو ده اللي يقف قدام حسين الشحات مش هيرفع. فسابه بص ورفع عينه وقام جاي رافعها لبيرسي تاو، وبيرسي تاو حطها. هو ما بيلعبش بدماغه بس حطها في حته راحت قاتله حكه في القائم. يا اسلام لو هات اي حد يخش يقول لك لا مش هنجيب حد احسن. واخد بالك؟ فهي صعبه. انما الجون الثاني انا بقول لك يتحمل فيه 50% اللي هي خروجه. هو انت قافل ليه على القائم وسايب ان الجسم كله ان الراجل عملها كده لله. طيب. الراجل اللي جاي منه. خلينا نروح لماتش العوده، واللي يهمني ماتش العوده ان الاحداث اللي حضرتك بقى اتكلمت فيها، وفي نفس الوقت المؤثرات بقى الخارجيه ولا التاني بكرر لك. لا عصام الشوالي، لا الحكم. لا نتكلم في حته عصام الشوالي. اتفضل. يعني عصام الشوالي من البدايه وهو عمال يمجد في النادي الاهلي. جاب جون النبره بتاعته اختلفت ولا هيص؟ الجون الثاني النبره بتاعته اختلفت ولا هيص لكهربا؟ واخد بالك؟ وبعدين ده راجل محايد. يعني انا لازم اديك حقك وادي الفرقه الثانيه. لو عندنا احنا مثلا هنا واحد من عندنا ماشي نعتب عليه، انما ده راجل جاي محايد. زي ما هو عايزه يبقى بيشيد بيك لازم يشيد بالفرقه الثانيه. الثقافه هنا مختلفه. انتوا سايبين ده يعني ماسكين في ده وسايبين كولر. ده اسهل بطوله. ده انت صن داونز خرج. صن داونز خرج. فانت ايوه يعني ايه صن داونز خرج؟ هو كان العقبه الوحيده هنا وهناك. سيبك من اي كلام. الاهلي ما بيلعبش كوره.
الاهلي ما بيلعبش والمصحف ما بيلعب كوره. امال وصل النهائي ازاي يا عم لو ما بيحضرلوش كابتن رضا وصل النهائي ازاي يا كابتن رضا؟ الاهلي ازاي ما بيلعبش كوره؟ هو انا بكلم نفسي؟ كمل. ايوه هو انا بكلم نفسي، ما ترد يا كابتن رضا يا عم ازاي ما تقول كلام منطقي يا ما هو ده كابتن كلام رضا. منطقي. انت ازاي الاهلي بيلعب تعرف فاصل يا اسماعيل؟ لا استنى قبل لا الفاصل. لا لا بس والنبي خليك اقعد شخبط شخبط زي ما انت بتشخبط وما نتكلمش احسن من الكلام بتاعك. لا لسه مكملين مع النجم الكبير الكابتن رضا عبد العال. كابتن رضا الاهلي وصل للنهايه يا كابتن رضا. ايوه والاهلي الاقرب باذن الله للفوز باللقب. فمعنى وصول النهائي ومعنى ان هو الاقرب يبقى بيقدم كوره. لا ما بيقدمش كوره. امال بيلعب ايه؟ بيلعب سله، بيلعب باسكت، بيلعب هاندبول. هو بيلعب الكوره اللي ما فيهاش امتاع، اللي جماهير النادي الاهلي مش متعوده عليها. اسمعني بس هتخليني اكمل ماشي. هو انا اتكلمت، ما اصل انت عايز تقول حاجه أهو. يعني لما اتكلم في الكوره يا اسلام اسمع. ماشي اهو انا قاعد بكتب اي حاجه. هات لي مباراه النادي الاهلي عملها مثلا وكيفتك. هو النادي الاهلي ما بيلعبش طول عمره لا كوره لا جماليه. لا 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 معلش، حتى لما انت كنت موجود. يا عم روح بقى. اسمعني بس يا كابتن روح بقى، ابوس ايدك تروح. الفتره الوحيده اللي كان النادي الاهلي بيلعب فيها الكره فيها امتاع وكره جماليه وقت جيل محمود خطيب وجيل ابو تريكه وبركات. طبعا انت هتتضايق يا جدع اسمع الكلام ده. احنا رضا. ماشي جيل محمود الخطيب عشان كان كابتن محمود وجيل أبو الخطيب تريكة وعلاء ما وبركات. اسمع وجيلنا. لا يا جدع ده وليد صلاح ده كان فرقه وعبد الجليل فرقه لوحده. طب ما تروح بقى. لا ملهاش علاقه. لا تروح وربنا. لا انت نفسك قدمت كوره في الزمالك افضل مليون مره ماشي من اللي قدمتها في الاهلي. عشان طريقه اللعب. اسمع بس في الزمالك غير ايوه عشان طريقه اللعب. اسمع خالص. اسمع طريقه اللعب هنا كانت مختلفه. يعني انا في الزمالك مفيش لعيب من اول حارس المرمى لغايه الكابتن جمال عبد الحميد الا لما يشوفني يحط لي الكوره. تمام. انما مع النادي الاهلي كان ساعتها مدرب اجنبي اسمه هاريس انجليزي. طبعا ما انا عارف. فكان ساعتها بيعتمد على يا الجون يشوط طويل للاثنين فراوده اللي قدام حسام حسن ورمضان، واخد بالك، يا اما تتعمل على جنب من الاجناب وتتعمل الكوره طويله. فكنا بنتظلم. يعني انا ووليد صلاح وعبد الجليل اللي هم اصحاب المهاره. ماشي. فانت عشان كده بقول لك يا كابتن رضا انا ما يهمنيش ان النادي الاهلي بيلعب كره جماليه. انا الراجل الاهلاوي او جمهور النادي الاهلي اتعود على البطولات، عايز يا حبيبي بطولات. ماشي. طب وانت ايام فايلر استنى ايام فايلر انت بتقدم كره جماليه وبتكسب بنتائج خياليه. ماشي. واخد بالك هتقول لي اسمع. لا ما تقول لي اسمع الكلام. انت بتكسب ورب الكعبه برجل واحده بانديه الدوري المصري. ما هو انت لما الوداد فرقه واقفه على رجليها والشوط الثاني البدني بتاعها واقف على رجله كشفتك وكشفت الناس اللي بتأجل. مساء الخير يا استاذ احمد دياب، مساء الخير. مش حضرتك قلت في اول موسم ما فيش تأجيلات وعلى مسؤوليتي؟ ايوه بس الفريق بيلعب يعني في مهمه وطنيه يا كابتن رضا. يا حبيبي ماشي. لا ما انا في مهمه وطنيه يبقى هو الاعلى بدنيا. طيب. لان مرتاح عن الفرق الثانيه. ماشي. واخد بالك كابتن رضا ليا بالاهلي كمان في الدوري داخل فيه 7 اجوال بس. يا عم سيبك من الدوري. انا قلت لك الدوري بيلعب بنص رجل، في افريقيا برجل واحده ما عدا ماتشين. الماتش اللي فات ده الشوط الثاني وماتش صن داونز. هنا وهناك هنا وهناك لما بتقابل فرق الكوره. سيبك بقى من تقول لي ايه كاس العالم للانديه، لا دول كوره واحنا كوره تاني. تمام. فاهمني؟ انما لما تيجي انت زي ما بيلقبوك بعبع افريقيا، واقسم بالله بما فيهم صن داونز لازم اديله 5 هنا عشان اعوض اللي هو حصل فيها في السنتين دي واللي من كام سنه. مش انا بعبع. طب انت خايف ليه لما رايح هناك؟
دلوقتي وكل جماهير الاهلي خايفه ليه؟ لا طبيعي يبقى خايف لا كابتن لا يا رضا. حبيبي، لو انت طبيعي. واثق، لا لو انت واثق من فرقتك هتروح تكسب هناك وتيجي. انما لا انت انت بتلاعب فريق محترم يا كابتن رضا. فريق حبيبي وداد. حبيبي انت اللي عملت في فريق- نفسك ماشي، كده. ماشي انت فريق- بص، انت تغييرات النتيجة الراجل صعبه لكن ما فيش مستحيل في الكوره يا كابتن رضا. ايوه، بس الكلام ده ايام بقى ايامنا احنا وايام الكابتن الخطيب وايام جيل ابو تريكه وكل الناس دي. انما انت المشكله عندك ما عندكش الا حسين الشحات وجريس تاو. بس اقسم بجلاله الله هم دولت اللي عاملين القلق كله، انت والباقي بتتكلم كله هجوميا. والباقي كله مين؟ هجوميا. بس هم دول اللي عاملين لك الشك. الكهرباء ده ايه؟ ده واحد بيتلاقيها بيجيبها. ماشي، ما هو لا ده يا اللي حبيبي، بيترجم لك لا 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 كل لا الشغل ده. يابا لا. انت من غير كهرباء في الفتره الاخيره في مباريات كتيره النادي الاهلي ما كانش ممكن يكسبها. طب وفي ماتشات لعبها كهربا ومالوش، هو بص كهربا لو ما جابش جون ما بتحسش بيه، مالوش اي تواجد. خد بقى من الخبير واسمع الكلام. كهربا الماتش اللي فات ده لازم يغير من اول ربع ساعه اللي بعد هو جايب الكوره، جول الفوز بعد اللي الكوره هو ان شاء الله ممكن يبقى جول البطوله. مش هيلعب. لا يعني بكلمك على الجول اللي فات. مش هتروح هنا. بص يعني النادي الاهلي طبيعي، وانا لو مكانه هعمل كده. انا مش هفتح، انا بقول لك ايه، كلام عن تاري ان لازم يروح يخطف جون، واخد بالك؟ بس انا ما عنديش بركات وابو تريكه والخطيب ورضا عبد العال وحسام حسن، انت فاهمني؟ ماشي، بس عندي كهرباء وعندي حسين شحات يابا وعندي اسمعني، بستاو انت الطريقه اللي وعندي هتلعب احمد عبد القادر. الطريقه ما كانش لما كان لعيبه الماتش ماشي، اللي فات. ماشي. الطريقه اللي هتلعب بيها يا اسلام هناك، الراجل ده انت عارف مثلا لو فايلر هقول لك هيروح يكسب هناك ويجي. والله لا، واقول لك هيكسب 2 مش طب 1. الراجل ده كان بيلعب بطريقه هجوميه والناس خوفته فاضطر ان هو يلعب ب3 في نص الملعب ويبقى فين في الطريقه تحفظ. الهجوميه اللي لعب بيها؟ لا وقت كاس العالم للانديه، فوقت صن داونز طبعا في الخمسه ايوه عشان حط الخمسة اللي لعيبه، بتاعت بص الماتش حط لعيبه مش البطولة بتاعه الماتش. الأولانية. اي لا يعني كان بيلعب بيفتح الدنيا شويه. دلوقتي بقى في طب استنى. تحفظ بعد الخمسه استنى وبعد استنى الأربعة وهو بتاعت بيفتح ريال الدنيا، مدريد استنى بس والأربعة استنى بتاعت فلامينغو. يابا اسمعني بس. ماشي. وهو بيفتح الدنيا قبل ما يروح كاس العالم، ماشي، كان بيطلع يشتكي ليه؟ ويقول لك انا عايز الجمهور يخش يملى لي زي ما بيجي النادي التاني. انا ما عنديش ولا فرود. هو في نادي في مصر عنده كانت الفراوده بتاعت النادي الاهلي اللي موجوده اللي هو وقعها بكلامه؟ لا هو في مين؟ يعني ابو لولو مثلا لا انت في الاتحاد صلى على النبي، هو هداف الدوري وخلي ده بالك لسه السنه دي. ده ايوه ماشي، ما أنا لا بكلمك اسمعني على بس، السنة. لا انت ما تبدا في اول السنه عندك حسام حسن حصل ومشى احمد ياسر ريان، مش هو اللي مشاه طبعا الاداره، ماشي واخد بالك؟ وعندك محمد شريف تمام قبل كهربا كمان، وعندك شادي حسين في مركز واحد. انت عندك 3 ومشيت 1. ده سيبك من كهربا لان كهربا ما كانش بيلعب، صح؟ صح. طب انت دلوقتي بكهربا بقى عندك 4. تطلع تشتكي ليه؟ ما انت اصلا طريقتك وشكلك الهجومي ما بيساعدش اي فرود ان هو يجيب اجوان. هو الفرود ده عشان يجيب اجوان يا عم اسلام لازم ايه؟ يكون في صانع العاب تحته كويس قوي، يكون طبعا. عنده طرفين كويسين قوي. لو صانع الالعاب ما حطلوش في الحته الفاضيه يبقى عندك الطرف اليمين او الشمال بيعمل لك الكروس عشان اطلع بدماغي برجلي. مش ده اللي بيحصل؟ صح. طب هو ما كانش بيعمل الكلام ده، فهو عشان كان حججي. طب اقول لك على حاجه، لا قدر الله لا قدر الله لو الاهلي خسر البطوله، شوف شاء الله الحجه، مش شوف الحجه بتاعته. هيقول لك ايه؟ هيقول لك لعبنا في اجواء مش طبيعيه، هيقول لك ان الحكم ظلمنا، زي ما طلع الماتش اللي فات وقال لك التحكيم. انت فين؟ طب ما قلتش على نفسك التغيير ليه؟ اتاخرت في التغيير ليه؟ انت شايف حمدي فتحي مش قادر، وديانج اللي هو مالك اللياقه البدنيه مش قادر، وعندك مروان حمدي اللي هو بيلعب الكره لورا مش قادر. ما عملتش ليه ونزلت السوليه يفوق اللعيبه، احمد عبد القادر يفوق تاني اللعيبه ويسحب اللعيبه لقدام؟ ما عملتش الكلام ده ليه؟ هو انت لما تنشط الفرقه تاني ده حرام؟ عشان تجيب الثالث والرابع، عشان تروح هناك وانت حاطط رجل، حتى لو هم جابوا جون هنا، لو انت كسبت 3 ولا 4 كنت هتروح تعمل ايه؟ تبقى مطمن اكتر من كده. يعني انت مثلا دلوقتي لا قدر الله جون البطوله طارت، صح؟ لو انت كسبان 3-1 يبقى لازم ايه؟ جونين، صح؟
فالموضوع فيه صعوبه. هتقول لي ما اصل الكلام ده اتعمل يوم ماتش الترجي لما كنا كسبانين هنا 3-1 ورحنا خسرنا 3-0، لانك انت رحت المدرب ساعتها كارتيرون ما عداش نص الملعب وما اداش اللعيبه حتى بعد الجون الاولاني والثاني ان الثقه ان هم يهاجموا. واخد بال حضرتك؟ فكانت تايهه عن دماغه، فلعيبه الاهلي هناك ما ضيعتش فرصه غير في الاول بس، وانت ساعتها كنت لسه ما جابوش جوان. كرة بتاعت علي معلول وراح ما اعرفش اتبطئ فيها، راحت اللي مش عارف انت واخد بالك. انما المشكله كلها ان انت ما هاجمتش كويس عشان تجيب جون وتخلص طيب. الدنيا. قول لي التشكيل الانسب من وجهه نظرك اللي النادي الاهلي يخوض بيه المباراه، هل يغير في التشكيل؟ ولا طبعا لازم يغير. الماتش ده عايز الشناوي. ماشي، ما الشناوي هيبقى موجود. ما انا بقول لك اهو، ماشي، يعني الشناوي الشناوي انت هيبقى موجود. الطريقه اللي تلعب بيها عشان تقفل الدنيا دي كلها 4